Unit 3 Activity Book الوحدة الثالثة كتاب الأنشطة Daily Routine اليومي Exercise 1 Read and Match اقرأ وأصل I comb my hair أنا أمشط شعري أو أصفف شعري. فأنتوا أي صورة شايفينها عم بيصففوا الشعر؟ Number 2 I brush my teeth أنا أفرشي أسناني. مين اللي عم فرشي أسنانه؟ رح توصلوها معه. I get dressed هو عم يلبس. فأنتم مين شايفين عم يلبس؟ I wake up أنا أستيقظ. مين اللي عم يستيقظ؟ مين شايفينه عم يستيقظ؟ Number 5 I go to school مين اللي رايح المدرسة؟ فأنتوا رح توصلوا مع الصورة اللي رايحة المدرسة. Number 6 I wash my teeth أنا أغسل وجهي. مين شايفين عم بغسل وجهه؟ Very good. Number 7 I make my bed هي عم تسوي تختة. أنا أسوي تختي. فأنتوا مين شايفين عم تسوي التخت؟ Okay. Number 2 Exercise 2 Fill in the spaces with words in the box. عم بيقولوا املأ الفراغات مع الكلمات يلي جوا الصندوق. عنا get رح نستخدمها مرتين و gets ايضا رح نستخدمها مرتين. wash و washes. هلا قلنا اذا كان الفاعل I او من ضمائر الجمع فنحن رح نحط بدون اس، واذا كان مثل سام يلي هو ضميره هي هو فاكيد رح نحط يلي معون اس. ايش رح نحط؟ get ولا wash؟ رح نحط I get up at 6:30 in the morning. Number 2 I wash very good بدون اس لأني أنا أغسل وجهي wash my face. Number 3 I get لأني بدون اس الفاعل I get dressed أنا عم ألبس. Number 4 Sam gets up at 7 o'clock. Sam washes his face عم بيغسل وجهه. Number 6 Sam gets dressed. سام عم يرتدي ملابسه. Exercise 3 التمرين الثالث Listen and circle اسمع وضع دائرة. هلا أنا السماع الخاص بهذا التمرين رح أحط لكم إياه بقناة التليجرام، وأنتوا هون فهمتوا الساعة وعرفتوا كيف تختاروا، وأساس السماع يلي رح تسمعوا رح تحلوا التمرين. أكيد رح يكون في كمان صورة للتمرين. Exercise 4 Write the time اكتب الوقت. هلا انتوا صار عندكم علم تمام كيف كتابة الوقت. هاي رح تكون homework لكم، وفيكم تحطوا لي اجاباتكم بالتعليقات، انا بشوفهم بصلح لكم اياهم. Exercise 5 Ask and answer اسأل وأجب. What time do you usually get up? What time do you usually get up? ما هو الوقت يلي عادة تستيقظ فيه؟ I usually get up ينهض، انه بتنهض فيه من الفرشة، يعني wake up يستيقظ get up بينهض. I usually get up at 6 o'clock أنا عادة بنهض الساعة 6 تمام، يعني الساعة 6 الصبح. What time do you usually هون فيكم تحطوا أي فعل انتو بتختاروه طبعا من الأفعال يلي نحن أخدناهن. بنتذكر إيش فينا نحط؟ فينا نحط brush your teeth مثلا بتفرشي سنانك، أو get dressed، أو wake up، أو go to school إلى آخره. فيكم تختاروا اللي بدكم إياه وتحطوه، وهون تحطوا إجابة عليه I usually وتحطوا الفعل يلي انتو اخترتوه كتب. Exercise 6 التمرين السادس Listen and choose اسمع واختر. هلا أنا رح أقرأ لكم إياه وترجمه، والسماعي رح أحطه قناة التليجرام، وأنتوا على أساس السماعي رح تختاروا. My name is Sandra أنا اسمي ساندرا. I'm a teacher أنا معلمة. I في عنا go يذهب وكم يأتي. to school للمدرسة by car at 7:45 يعني على المدرسة بواسطة السيارة الساعة 7:45. I study يدرس و teach يعلم English lessons at 8:15
هلا عم بتقول أنا يا أما أنتوا بدكم تختاروا وحدة من هدول الاثنين. English lessons اللي هي دروس إنجليزي على الساعة 8:15. I leave أغادر finish أنهي المدرسة على الساعة 1:15. Then I go home بعدها بروح للبيت and have lunch وبتغدى. In the afternoon في بعد الظهر أو بعد الظهيرة I clean ينظف do يفعل أو يعمل my house and prepare the lessons. يعني بتنظف البيت أو بتعمل البيت حسب اللي رح تسمعوه رح تختاروا على أساسه الفعل، وبتجهز الدروس. In the evening في المساء I have ولا eat dinner أنا باخد العشاء ولا بأكل العشاء with my family مع عائلتي. حسب ما أنتوا تسمعوا رح تختاروا واحد من هالفعلين. Then ثم I enjoy يستمتع watch يشاهد التيفي اللي هو التلفاز. I go to bed at 10 o'clock وبتروح على تختها على الساعة 10 تماما. بعد ما تسمعوا انتوا رح تحلوا الاكسرسايز 7 يلي هو read the text above and tick، يعني اقرأ النص يلي فوق وافهمه بعدين رح تحطوا تيك على الإجابة الصحيحة بهدول الخيارات حسب كل سؤال. اوكي. exercise 8 fill in the spaces املأ الفراغات. I شو wake up ولا get up، فأنتوا إيش بتحبوا بتحطوه على الساعة 6:30 in the morning في الصباح. I فهون إيش بيسوي بوجهه؟ أكيد يغسل وجهه، أنا بغسل وجهي. وشو كمان بتعمل بسنانك؟ أكيد بتفرشي أسنانك. فأنتوا هون بدكم تحطوا الفعل نحن صار أخدناهم بالستودنت بوك اللي هو كتاب الطالب، وأخدنا هون كمان من هدول الأفعال، فرح تحطوا الإجابة الصحيحة. I go to school بروح المدرسة على 7:30 in the afternoon بعد الظهيرة. I فهون إيش بتعملوا أنتوا؟ فيكم تحطوا الفعل يلي بيناسبكم. ثم then I وبعد إيش بتعملوا بالمساء؟ إيش بتعملوا؟ وآخر الشي عندكم in the evening في المساء تحكوا إيش بتعملوا. before I يعني قبل ما أنا فيكم تحطوا أروح على التخت go to the bed يعني يلي بدكن إياه، أو go to bed مثل هون لما كانت كاتبة الميس. أخيرا إذا حبيتوا الفيديو واستفدتوا منه ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وأيضا تحطوا لي لايك على الفيديو.